السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي قناة نكهات الزهراء. اليوم غادي نحضروا مع بعض واحد من أشهى الأطباق المغربية، التقلية أو الكرشة أو الدوارة، بلمسة تقليدية أصيلة كتفكرنا في بنات أيام زمان. إذا كنتم من عشاق الأطباق اللي فيها العطرية والمذاق العميق، هذا الفيديو ليكم. خليكم معايا خطوة بخطوة باش تشوفوا سر البنة وكيفاش كتجي معلكة ومذاقها لا يقاوم. نبداو على بركة الله بالمكونات اللي غادي نحتاجو. في طنجرة الضغط غادي نجيب الدوارة ديالنا من بعد ما نقيناها وغسلناها. كل واحد شنو كيفضل يكون في التقلية. هنا كاينه الكرشه، الريه والاشياء اللي كتكون موجوده في التقليه. كنضيف عليها تقريبا 2 معالق كبار ديال الخل، قطع من الحامض. ضروري ضروري هاد الاشياء باش يحيدوا منها السفوريه. وكنضيف كذلك الملح. كنسد عليها تقريبا نص ساعه، كنخليها تسلق غير نص سلقه، غير تحيد منها الزفوره. وكنعاود نصفيها من الماء وكنعاود نسلقها شويه، تقريبا شي 15 دقيقه. وكنعاود نصفيها من الماء وكنحطها في طنجره الضغط ديالي. خاصها تولي تبان لكم هكا بيضه على هذا الشكل وتكون محيده منها الزفوره نهائيا. دابا ندوزو باش نتبلو التقليه ديالنا. غادي نضيف للتقليه قليل من اللحم الراس اللي كيعطيها نكهه وتعليكه خاصه. تقدروا تستغناو عليه لكن به كتجي زوينه بزاف. غادي نضيف زيت الزيتون. التقليه ضروري نديرو فيها الزيت الزيتون. نحتاج كذلك واحد البصله صغيره اللي نكون مقطعاها بشكل صغير بزاف. ضروري ضروري جدا انكم تقطعوها بشكل صغير وتكون البصله غير صغيره. غادي نشعل عليها النار وغادي نبدا نضيف باقي المكونات. غادي نضيف الثومه ضروري في التقليه كتبغي الثومه. غادي نضيف معدنوس، غير المعدنوس بلا ما نديرو القزبر. وغادي نحتاج في العطريه ملح وتحميره، خرقوم، صلصه حاره اختياريه، كمون متكتروش بزاف باش ما يمررش ليكم، سكينجبير، ابزار. كنضيف العطريه وكنبدا نحرك في كل شيء. كندير واحد شويه ديال الماء وكنخليها تقلى مزيان. غير كتقلى ليا التقليه وكنضيف عليها الماء اللي يكون سخون. ما كنكثروش الماء حيت ديجا كنكونوا سالقينها 2 مرات، يعني غير كنغطيها بالماء وكنخليها طيب. كنسد عليها الطنجره وكنبقى كل 4 ساعات كنقلبها واش طابت. التقليه ديالي هي واللحم الراس. غير كنشوفهم صافي طابو كنضيف عليهم زيتون احمر وكنضيف كذلك حامض مصير. تقدروا في هذه المرحله تضيفوا ملعقه صغيره ديال صلصه الطماطم اللي كيبغيها تكون محمضه، لكن الطبق الاصلي ديال ايام زمان كان هكا افضل بلا هاد الاضافه. وكنعاود نخليها تقلى مزيان مزيان. في هذه المرحله ضروري ضروري انكم تكونوا ناقصين النار تكون مهيله. غادي يبدا ينقص الماء غير بشويه بشويه وغادي تبقى ضروري ضروري انكم تقليوها، حيتاش السر ديال التقليه انها تقلى في الاول وخصوصا في الاخر مني كتكون طابت. وهنا كتكون التقليه ديالي وجدات. شوفوا كي معلكه. وها حنا وصلنا لنهايه وصفتنا ديال اليوم. هذه هي التقليه ديالنا بعد ما وجدات. شوفوا كيفاش جات مدغمره ومعلكه.
الصراحه الريحه ديالها بوحدها كتشهي. نتمنى تكون الطريقه عجباتكم وتجربوها في ديوركم. ما تنسوش تخليو ليا لايك اذا عجبكم الفيديو، وكتبوا لي في التعليقات واش كتعجبكم التقليه وكيفاش كتحضروها نتوما. نشوفكم في الوصفه الجايه، خليتكم على خير بصحتكم وراحتكم.